المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي ميل نشرة أخبار المساء سيلها بالعناوين. تطبيق صارم لتعليمات مكافحة كورونا. المواطنون يواصلون التبرعات لمكافحة كورونا. دعم المحتاجين في الإقليم الأوسط. أول انكماش اقتصادي في الصين منذ عام 1992 بسبب فيروس كورونا. وزير الصحة الألماني يعلن أن بلاده سيطرت على جائحة فيروس كورونا. وحرائق قرب تشيرنوبيل تجعل الهواء في كييف الأكثر تلوثا في العالم. السلام عليكم ورحمة الله. من المعروف أنه يتوجب عدم الإهمال والتراخي لأي سبب كان في تنفيذ التعليمات الصادرة لمكافحة وباء مرض فيروس كورونا ضمانا لسلامة الشعب والوطن، وتبذل الجهود المنسقة لتطبيق التعليمات كاملة في مناطق البلاد عامة، ويجب لتحقيق الهدف إزالة الظواهر التي تحدث في بعض المناسبات والأيام، مثل الاختلاط الذي حدث في أسمرة قبل 3 أيام في بعض المناطق والأسواق. ومعلوم أن التباعد الاجتماعي من أهم وسائل مكافحة مرض كورونا الذي تشاهد انتهاكات، ويجب تنفيذها بشدة في أي مكان وزمان من أجل سلامة المجتمع. وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الإريترية الذين تجولوا في ضواحي بوشوكا وإلالا وقرمه وبلدة شامبوكو بمديرية شامبوكو، وكذلك ضواحي شلالو ومايقوقاح ودرسني وعد بقده وتكومبيا وبرار بمديرية عالي القاش إن تطبيق جيد يعكس الوعي المتنامي. وذكر المراسلون تصحيح الخروقات التي شهدتها بعض المديريات وتشديد المراقبة بعد الأخبار الداعية للتصحيح في وسائل الإعلام، مشيدين بدور قوات الدفاع والشرطة والأمن. من جهة أخرى، يقوم سكان إقليم القاش بركة بمساعدة المواطنين الناشطين في الأعمال اليومية للحيلولة دون معاناتهم بسبب الحظر المؤقت للحركة ودعم الصندوق مكافحة كورونا. في غضون ذلك يتم فرض إجراءات عقابية تتمثل في الغرامات المالية وإغلاق المتاجر للتجار الذين يزيدون الأسعار ويخفون البضائع في استغلال للظرف الحالي. ويعتبر الوضع أفضل في مديريات فورتساوا وملقي لتحديد الإدارات مسبقا لقائمة الأسعار. يواصل المواطنون في الداخل والمهجر التبرعات للتصدي لوباء مرض فيروس كورونا. وأفادت المعلومات الواردة إلينا بأن أعضاء إدارة إقليم عنسبة وإدارات المديريات وإدارة مدينة كرن ومكاتب الوزارات والهيئات في الإقليم تبرعوا ب1,820,900 نقفة، والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في إقليم جنوب البحر الأحمر ب100,000 نقفة، وجمعية أصحاب سيارات الأجرة في عصب 10,000 نقفة، وأصحاب الورش ومدارس قيادة السيارات وورش إصلاح الدراجات في عصب 12,044 نقفة. وتبرعت شركة سرزو قبر ميكائيل للبناء ب100,000 نقفة، والجمعية الأساسية لعمال إيريتيل 50,000 نقفة، ومتجر أبو بكر محمد لبيع الإطارات وبطاريات السيارات 10,000 نقفة، وعمال فندق أسمرة بالاس 25,000 نقفة، وشركة سيبو الخاصة 10,000 نقفة، وعمال فندق نيالا 20,000 نقفة، ومؤسسة تسفاي سيليكون للمواقد 30,000 نقفة، وجمعية المرأة للتجارة الزراعية 10,000 نقفة، ومؤسسة ولد ميكائيل محاري للحدادة 20,000 نقفة، وشركة قضية أبرة للاستيراد والتصدير 10,000 نقفة، وسوق الزراعة 12,150 نقفة، ومتاجر سياقة الذهب بأغرداد 3,577 نقفة، وجمعية مربي النحل في مندرة 10,000 نقفة. من جهة أخرى، أضاف الإريتريون المقيمون في الدول الإسكندنافية السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك إلى تبرعهم السابق الذي كان مبلغ 2,300,000 كرونر سويدي، أضافوا في المرحلة الثانية من التبرع 2,400,000 كرونر سويدي، ليكون المبلغ الإجمالي لتبرعهم 4,700,000 كرونر سويدي لمكافحة فيروس كورونا في البلاد.
وتبرعت جمعية أصحاب البساتين في مديرية دقم حري ب60,000 نقفة، وكنيسة مدهاني ألم في دقم حري 50,000 نقفة، وجمعية شاحنات الصهاريج بدقم حري 14,000 نقفة، والجمعية التعاونية للفرق العسكرية 52 في مديرية عبد قيح ب5,000 نقفة، ومؤسسة افتي للألبان ومشتقاته 10,000 نقفة، ومجلس الأوقاف الإسلامي في مديرية مندفرة 5,000 نقفة، وجمعية مدهاني ألم التعاونية في تسني 2,000 نقفة، وإدارة مديرية موغولو 13,673 نقفة، وشاحنات صهاريج مياه غرداد 14,000 نقفة، وجمعية مدهاني ألم الأرثوذكسية في دق شحاي ب5,000 نقفة، وشركة هوميب الخاصة 10,000 نقفة، ومصنع عوت للأحذية 10,000 نقفة، ومصنع هواشايت للأقمشة 10,000 نقفة، وسكان مديرية باراديزو 2,000 نقفة، ومطحنة غلال هيبو نور حسين 5,000 نقفة، وأصحاب المتاجر من منطقة كنيسة كدانة محرت وحتى شارع حماسين أغذية بقيمة 54,700 نقفة، والأسرة المالكة لفندق سانشاين 110,021 نقفة. من ناحية ثانية، قرر المواطنان ميكائيل تسفالدت والسيدة أستير زرقوم استفادة وزارة الصحة من منزلها الذي تستأجره الوزارة في منطقة عد شماقلة لاستخدامه كعيادة دون مدفوعات الإيجار ل6 أشهر من شهر فبراير وحتى سبتمبر 2020. وساعد 3 مواطنين في حي قجرت بأسمرة ماليا وعينيا المحتاجين في الحي. يقوم سكان الإقليم الأوسط بمساعدة مالية وعينية للمواطنين المحتاجين المتضررين من حظر الحركة بسبب وباء فيروس كورونا، وينشطون في الأعمال اليومية. وفي هذا الإطار قدم سكان ميتمنايا الذرة والسكر ومواد النظافة للأسر المحتاجة بحوالي 100,000 نقفة. كما قدم المهتمون الطوعيون في مديرية ترافولو مساعدات مالية وعينية. في غضون ذلك قررت السيدة الكانيش أزماج تدلا من حي 4 أسمرة إلغاء إيجار شهرين من 4 أسر تستأجر منزلها، بينما قرر السيد سمرتس فازجي المقيم في أمريكا إلغاء إيجار شهرين أيضا ل8 أسر. أكد سكان مديرية شعب التعاون مع الجهود الجارية لاستقرار الأسواق التي زادت أسعارها في استغلال لتعليمات الحد من الحركة للسيطرة على وباء كورونا. وعرب الشباب عن أسفهم لمشاهدتهم الزر المنتجة في المنطقة تباع بأسعار مضاعفة، وسيعملون لتطبيق توجيهات وزارة التجارة والصناعة. وأوضح مدير مديرية شعب السيد أبو بكر إبراهيم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتاجر التي انتهكت التوجيهات ومضاعفة الأسعار. تجري أنشطة تطهير أو تصحيح الخروقات التي تظهر في تنفيذ التعليمات الصادرة للتصدي لفيروس كورونا في الإقليم الجنوبي بتضافر جهود الجهات المختصة وتعاون المواطنين. أوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الدكتور أمانييل محرتآب لوكالة الأنباء الإريترية إن المتابعة والمراقبة الجادة ستستمر لتنفيذ التوجيهات الصادرة، لأن التجمعات الاجتماعية والدينية التي تظهر في بعض المناطق والمناسبات تعرض سلامة الشعب والوطن للمخاطر. وأشار إلى عدم وجود ظواهر مقلقة في الإقليم حتى الآن، داعيا إدارات الضواحي والقرى لتنفيذ كامل للتوجيهات. بعد الفاصل سادتي نعود بالأخبار الخارجية. تكبد ثاني أكبر اقتصاد في العالم خسائر تاريخية بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ تم تسجيل انكماش اقتصادي بنسبة 6.10% في الفترة من يناير حتى مارس مقارنة بالوضع قبل عام، ليسجل بذلك أول انكماش منذ عام 1992 على الأقل، عندما بدأ تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي. وتسببت جهود احتواء فيروس كورونا الذي ظهر أول مرة في الصين في أواخر العام الماضي في إغلاق المصانع ووسائل النقل والمتاجر. وتشهد اقتصادات كبرى أخرى حاليا إغلاقات مماثلة تسببت في تعطيل التجارة العالمية، وتشير إلى أن تعافي الاقتصاد الصيني ليس قريبا على الأرجح. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا مرض كوفيد-19 في الصين لتصل إلى 4632، حيث تم تسجيل 1290 وفاة إضافية بعد مراجعة الأرقام من قبل بلدية ووهان، حيث ظهر فيروس كورونا في نهاية ديسمبر.
كما ارتفع عدد الإصابات أيضا لكن بمقدار 325 فقط ليصبح 50,333 في المدينة الواقعة في وسط الصين، وبذلك تجاوز مجموع الإصابات في جميع أنحاء الصين 80,000. وقد بات فيروس كورونا في ألمانيا تحت السيطرة وفق ما أعلنه وزير الصحة الألماني يانس شيبان، على الرغم من استمرار تسجيل الإصابات. وأرجع الوزير الفضل في السيطرة على الوباء إلى إجراءات العزل الصحي المطبقة في ألمانيا والتي يتم تخفيفها شيئا فشيئا. ومن المقرر أن تفتح المدارس أبوابها اعتبارا من 4 مايو، كما سيسمح للمتاجر التي تناهز مساحتها 800 متر مربع بإعادة الفتح اعتبارا من الاثنين القادم، شرط التزامها بقواعد الصحة العامة. وفرض القيود لإبقاء الناس في منازلها أو فرض منذ منتصف مارس، وقد نجحت بحسب ما قال شيبان للصحفيين في برلين، في وقت تستعد السلطات الألمانية لتخفيف الإجراءات وتسريع إنتاج الكمامات الواقية. لكن سيتواصل تطبيق قواعد تحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة، باستثناء العائلات التي تعيش أو يعيش أفرادها في منزل واحد، بينما ستبقى المناسبات العامة الكبيرة محظورة حتى 31 من أغسطس. دفعت الحرائق حول محطة تشيرنوبيل النووية المتوقفة وأماكن أخرى مستويات التلوث في العاصمة الأوكرانية كييف لتصبح الأسوأ في العالم، مما أعطى السكان سببا آخر للبقاء في منازلهم إلى جانب الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا. ووفقا لهيئة المراقبة السويسرية، شهدت كييف أعلى مستوى من تلوث الهواء في المدن العالمية الكبرى. وقالت وزارة الصحة الأوكرانية إنه على الرغم من أن كارثة تشيرنوبيل عام 1986 أرسلت غيوما من المواد النووية في معظم أنحاء أوروبا، فلا يوجد خطر إشعاعي جديد من الحرائق والتلوث. لكن السلطات ناشدت ما يقرب من 3.7 مليون شخص في المدينة البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ. وقالت الشرطة إن حريقا كبيرا بدأه مشعلو الحرائق في الغابات حول تشيرنوبيل في وقت سابق هذا الشهر تم إخماده هذا الأسبوع، لكن حرائق جديدة اندلعت مدفوعة برياح شديدة. في إطار مبادرة من طه من جميع أنحاء أوروبا، يطعم طاهم في أحد أقدم وأكثر المطاعم الفاخرة في بلجيكا والذي أغلق بسبب فيروس كورونا، يطعم المشردين مرة في الأسبوع. وبدأ الطاهي ليونير ريجوليه الذي يعمل في مطعم كونشي سوا الذي تصل تكلفة الطبق فيه إلى 265 يورو الطهي وتقديم الأطباق ل100 مشرد كل يوم خميس منذ دخلت بلجيكا في حالة إغلاق العام يوم 18 من مارس. ورغم إغلاق مطبخ مطعم كومشي سوا، فإن ريجوليه الحاصل على نجمتي ميشلين يصنع طبق المعكرونة بنفس الروح التي يطهو بها باستخدام مكونات فاخرة. وتواصلت منظمة تدير مطابخ إعداد الحساء مع ريجوليه الذي عبر عن سعادته للمساعدة بعدما أدرك أن الإغلاق العام حرم المشردين من فرصة تناول الطعام مرة يوميا في متاجر الشطائر ومحلات البقالة. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا.